السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنحل مع بعض أسئلة المعاصر خاصة ب Unit 1 Lessons 1 and 2. إن شاء الله نحلها مع بعض بكل سهولة. قبل ما نبدأ أتمنى من الكل يعمل لايك وشير للفيديو. يلا مع بعض. أول حاجة هنحل مع بعض page 12. دي عندنا أسئلة page 12 من كتاب المعاصر. بيقول هنا our school has two big. مدرستنا عندها two big and a garden. طبعا two big buildings. عندها مبنيين بيكونوا يعني ضخمين وكمان حديقة. طيب نقط is everything around us. ايه كل شيء بيكون حوالينا like air water plants and animals. زي الهواء النبات المية الحيوانات. عندنا هقوله an environment. عندنا البيئة هي كل حاجة حوالينا مية هواء نباتات حيوانات فدي اسمها environment. طيب Number 3 Cairo is the capital. القاهرة بتكون عاصمة نقط of Egypt. طبعا عندنا Egypt دي city. Number 4 بيقول farmers الفلاحين grow cotton and wheat in my. الفلاحين بيزرعوا القطن والقمح في my village يعني في القرية بتاعتي. هنا بيقول you can find water and trees يعني يمكنك أن تجد المية والأشجار. نقط in the desert هقوله عندنا ايه في الصحراء في oasis in an oasis in desert يعني في الواحات في الصحراء. طيب بيقول هنا the Nile نقط flows through Egypt. the Nile river يعني نهر النيل بيتدفق عندنا خلال مصر. people get water from. الناس بيحصلوا على المية من نقط in the desert. الناس بتجيب المية من فين؟ هنقول من wells من الآبار in the desert في الصحراء. my نقط who lives next to us is very kind. مين عندنا اللي بيعيش جنبينا بيكون عطوف؟ هقوله my neighbor. يعني ايه neighbor؟ اللي هو جارنا. جارنا اللي عايش جنبنا بيكون عطوف جدا. آخر واحدة معايا في السؤال ده بيقول people in villages farmed and نقط animals. الناس في مزرعة القرية ايه عندنا الحيوانات بيعملوا raised. يعني ايه raised؟ معناها بيربي الحيوانات. كلمة raised معناها يربي. طيب تعالوا معايا نشوف اللي بعده. تعالوا بعد كده نحل مع بعض page 14. دي كده page 14. السؤال اللي لسه مش هنحله. تعالوا نبدأ على طول بسؤال تشوز. people in the desert usually travel on. الناس في الصحراء عادة بيسافروا on ايه؟ طبعا في الصحراء يبقى هيسافروا بالكاملز. هنا I worked نقط the school project in the library. انا عملت هقول له on. I worked on يعني انا عملت على مشروع المدرسة في المكتبة يعني اشتغل عليه يعني. طيب نقط is a small place with few people and many farms. قالك عندنا ايه بيكون مكان صغير بناس قليلين وعندنا مزارع كتيرة فده بيكون اسمه village اللي هي القرية. they worked hard to solve their life. بيقولك هما بيشتغلوا بجدية علشان يحلوا their life. هقوله عندنا challenges تحديات حياتهم. people lived نقط tall building. people lived in tall buildings يعني الناس اللي بتعيش في مباني طويلة. the Nile flows نقط Egypt يعني نهر النيل بيتدفق ايه عندنا Egypt عندنا flow through يعني معناه يتدفق من خلال. يعني نهر النيل يتدفق من خلال عندنا Egypt يعني خلال مصر. السؤال اللي بعده بيقول هنا read and complete. life in the desert الحياة في الصحراء is very different from life in the city. الحياة في الصحراء بتختلف جدا عن اللي في المدينة. it has many بيكون عندهم العديد من هقول challenges التحديات. people live in الناس بتعيش في ايه هناك؟ طبعا بتعيش في tents اللي هي الخيام. they use بيستخدموا ايه to travel from one place to another عشان يتنقلوا من مكان لمكان فبيستخدموا الكاملز الجمال. people get water from the الناس بيحصلوا على المية من فين؟ من عندنا wells اللي هي الآبار. there are few trees in the desert في أشجار قليلة في الصحراء. بعد كده معايا هنا سؤال الفقرة بيقول Egypt has many different places. مصر بها أماكن مختلفة. in the city في المدينة there are tall buildings
في مباني طويلة cars سيارات and busy streets وشوارع مزدحمة. some people live in the village بعض الناس بيعيشوا في القرية. بيقولك where they grow crops حيث نمو المحاصيل and keep animals وتربية الحيوانات. the Nile rivers نهر النيل gives water بيعطي المية to farms للمزارع and people والناس. in the desert في الصحراء and oasis الواحات has trees and water في الصحراء الواحات بيكون فيها أشجار ومية. we must all help to protect our environment لازم كلنا نساعد علشان نحمي بيئتنا. هنا السؤال بيقول underline word busy كلمة busy بيقولك opposite معناها عكس كلمة ايه. busy عكسها ايه؟ عكسها free. يعني ايه؟ يعني فاضي، يعني مش مزدحم. طيب السؤال اللي بعده this text is about life in different النص ده عن الحياة في ايه عندنا؟ في طبعا environments يعني بيئات بتكون مختلفة. هنا بيقول what are there in the city ايه اللي بيكون موجودة في المدينة؟ قلنا المدينة بيكون فيها tall building car and busy streets فدي إجابة السؤال نمبر 3. السؤال اللي بعده what people do in the village ايه الناس اللي بيعملوه في الفيلج؟ بصوا معايا اهو grow crops and keep animals فدي سؤال نمبر 4. اللي بعده what does an oasis have الواحة بيكون فيها ايه؟ قالك اهي trees and water فدي إجابة السؤال نمبر 5. البانكتويت أول حاجة هنا طبعا الدبليو وايه تاني معايا؟ مفيش خلاص بحط علامة الاستفهام. هنا طبعا عندنا بحط ذا التي كابيتال وبعدين هنا دي جملة بحط نقطة. تعالوا مع بعض دلوقتي نكتب الباراجراف. different places in the environment أماكن مختلفة في البيئة. جايب هنا عندنا village farming و raise. يلا مع بعض نكتب الباراجراف. ممكن أقول إيه؟ I finished my project comparing different environments أنا نهيت المشروع بتاعي مقارنة ببيئات مختلفة. I looked at life in the desert أنا أنظر للحياة أو أطلع للحياة في الصحراء. where people live simply in tents and travel on camels حيث الناس تعيش ببساطة في خيام وتسافر على الجمال. I compared the village and the city أنا قارنت القرية والمدينة. Village life is focused on farming and raising animals. الحياة في القرية بتركز على الزراعة وتربية الحيوانات. while بينما cities have tall building لكن المدن بيكون عندها مباني طويلة and lots of cars والكثير من السيارات. I realized that every place has its own advantages and challenges أنا أدركت إن كل مكان بيكون عنده مميزاته وتحدياته الخاصة به. دي كانت عندنا الفقرة النهاردة. تعالوا بعد كده معايا نكمل. معايا ده lesson 2 ده نقط a sunny today مين هو اللي بيكون إن اليوم بيكون مشمس؟ طبعا ده الويذر الطقس. أحمد نقط the colorful flowers أحمد إيه عندنا للأزهار الملونة؟ عمل لها smelled يعني بيشم. they went to the نقط and bought fresh fruit هما ذهبوا لإيه؟ طبعا ذهبوا للماركت واشتروا فواكه طازجة. I liked the village because أنا حبيت القرية لأنها بتكون نقط and clear بتكون quiet يعني هادئة and clear وصافية. You look very tired يبدو انك انت متعب جدا. You need some محتاج الى ايه؟ محتاج لبعض من الريست يعني ايه الريست؟ معناها راحة. We enjoyed that يعني احنا استمتعنا بذا نقط air along the river استمتعنا بايه؟ عندنا ب fresh air الهواء المنعش عندنا على امتداد نهر النيل. نقط people always help other عندنا مين الناس اللي دايما بيساعدوا الآخرين؟ دول اللي بيكونوا friendly يعني ودودون أو يعني أصدقاء بتكون ودودة دي اللي بتساعد الآخرين. تمام. طبعا دي زي ما شايفين معايا دي بتكون بيج 17 في كتاب المعاصر. هنا عندنا البيج دي في كتاب المعاصر بيج 21 والجزئية بتتكلم عن زمن الباست سيمبل عن زمن الماضي البسيط
يلا معايا نبدأ نحل. أول حاجة قالك وي نقط هنا to the zoo last Sunday. طالما قالك عندنا last يبقى زمن الجملة ماضي، يبقى لازم أحط الفعل في الماضي. أي واحدة من دول عندنا went، عشان went دي في الماضي، إن المضارع منها go، والماضي عندنا من go went. طيب زي نقط to the market and bought fresh fruit. بصوا معايا الجملة هنا ماضي، عرفت من فين؟ عشان عندنا هنا في كلمة bought معناها اشتروا. خلاص يعني هم هقول ذهبوا للماركت واشتروا يعني فواكه بتكون طازجة، فبرضو هنا هختار عندنا went الماضي. The sellers not friendly and told them stories. السيلرز عندنا اللي هم البياعين بيكونوا إما كانوا ودودون وأخبروهم بالقصص، فعندنا طبعا دي جمع يبقى بالتالي تاخد where. Number 4 he not a funny movie last night. بصوا معايا قالك ماضي يبقى لازم أحط الفعل في الماضي. هنا في last night دي تدل على الماضي على الباست، يبقى لازم أحط فعل في الماضي عندنا watched. You study English yesterday. بيقول ان هو ذاكر الانجليزي yesterday بالامس، فلازم عندنا هنا تبقى ماضي. يبقى فين عندنا الماضي؟ الماضي اللي هي did. طيب هقول له did you study English yesterday. طب ليه ما خدناش مثلا عندنا was، او ما اخدناش ليه were في الماضي؟ لان احنا عندنا هنا الفعل study جاي في المصدر، فطالما في المصدر يبقى لازم يكون معايا did. تمام. I not finish the project yesterday. بصوا معايا هنا قالك ايه yesterday يعني ماضي. طب هاخد ايه؟ هاخد عندنا بصوا هنا جايب لك الفعل في المصدر، يبقى لازم يكون معايا did، فطبعا هنا في نفي يبقى هقول له didn't. She not for when she started learning swimming. هي عندنا ايه؟ بيقول 4 عندما بدأت تعلم السباحة، يعني هي كان عندها 4 سنين يعني، يبقى هقول له she was. did you. بص طالما قال did يبقى لازم الفعل في المصدر من قبل ما اكمل، يبقى هختار كول. يعني ايه فعل في المصدر؟ يعني فعل بدون اي اضافات، ما بحطلوش اي حاجة ولا احط له ed ولا اي حاجة. طيب بيقول when not she learned to ride the bike. هنا عندنا الفعل في المصدر يبقى على طول did. هقول when did she learn، لما هي اتعلمت ان هي تركب الدراجة. بيقول لك he not at the club yesterday. بصوا معايا yesterday ماضي، فبالتالي عندي الجملة لازم تكون في الماضي. طب هختار ايه؟ بصوا هنا بيقول لك he was sick، هو كان مريض، يبقى بالتالي عندي هو قال he not at the club yesterday، هو كان بالامس في النادي. هو بيقول لك يعني هو ما كانش بالامس في النادي، لان طبعا ده نفي كله، هو كان مريض. فبالتالي انا احط ايه؟ بصوا لو في فعل هنا، لو كان في فعل كنت حطيت didn't، وكمان لو فعل في المصدر، لكن انا عندي هنا اصلا الجملة ما فيهاش فعل، يبقى ساعتها هختار عندنا was او were، لان ده من الجملة ماضي. فهنا عندنا فيه he، يبقى هختار عندي wasn't. he wasn't at the club yesterday، ما كانش في النادي بالامس. he was sick، وكان مريض. اللي بعده بيقول لك he نقط، طبعا جايب لك last Monday، يبقى جو دي تتحول لوينت عشان دي ماضي. My parents not to Cairo in the، يعني هقول له عندي والدي سافروا إلى القاهرة منذ، ده رقم قديم يعني ماضي، يبقى عندنا كلمة travel هتبقى traveled، حط لها بس عندنا دي. where did they. بصوا معايا هنا في did، لازم بعد did احط الفعل في المصدر، ماليش دعوة الجملة بتاعتي ماضي فاحط الفعل في الماضي، لا، طالما جه معايا في الجملة فيها did لازم احط الفعل في المصدر، فبالتالي عندي المصدر من when to go. هي نقط هنا بيقول eat yesterday، هنا عندنا ماضي يبقى عندنا نفي، يبقى بالتالي بنفي في الماضي بستخدم didn't، يبقى هقول له he didn't eat، وبعد طبعا did بحط الفعل في المصدر. هنا قال لك برضو yesterday، فبالتالي معايا هقول له we تتحط في الماضي، we walked برضو حط بس دي. قال لك did يبقى لازم الفعل في المصدر، يبقى enjoy دي هشيل منها دي تبقى enjoy. عمر هنا eat pizza 2 days ago. عمر pizza 2 days ago، قال لك عندنا هنا ماضي 2 days ago، يبقى على طول eat في الماضي تبقى معايا ate.
طيب in the past في الماضي there not no cars or planes. بصوا معايا verb to be في الماضي اما بيكون معايا was او يكون معايا were. was في المفرد و were في الجمع، فهنا عندنا جمع يبقى بالتالي هقول له were. اللي بعده what not you do last Sunday. طالما قالك عندنا هنا ماضي فبالتالي قالك what وهنا حط does، لا احنا بنحط في الماضي بنحط did. تمام. what did you do last Sunday. فهنا عندنا برضو قالك how the weather last Sunday، برضو ماضي فverb to be قلت اما بيكون was او were، فعندنا هنا مفرد، الطقس مفرد يبقى بالتالي هقول له how was. تعالوا بعد كده نحل أسئلة الإكسرسايز على lesson 2. طبعا دي بيج كام عندنا اهي؟ بيج 22. تمام. بصوا معايا بيج 22 في كتاب المعاصر. تعالوا معايا نبدأ كده نحل. أول حاجة choose how did they not to live in the desert. how بصوا معايا هنا ماضي، طالما عندنا did موجود يبقى الفعل هنا لازم يكون في المصدر، يبقى هقول له they adapt يعني بدون أي إضافات. طب هنا قال لك last vacations، بصوا معايا هنا برضو ماضي يبقى لازم يكون هنا ماضي، اي واحدة من دول ماضي عندنا طبعا was. I not understand the lesson، بيقول انا فهمت الدرس، بيقول هنا بيقول ما فهمتش الدرس، طبعا دي ماضي دي منفية. so I asked my teacher for help، لذلك انا سألت او طلبت من المعلم بتاعي المساعدة. طيب فين عندنا الماضي هنا؟ اول حاجة ببص على الفعل، فالفعل هنا عندنا بيقول understand، ده فعل في المصدر، طالما فعل في المصدر يبقى بالتالي بحط didn't، يبقى اقول له I didn't understand the lesson. طيب قال لك they saw a small، هم شافوا ايه؟ with tall trees and many birds. هم شافوا ايه عندنا بيكون فيها small ايه؟ عندنا فيها اشجار طويلة وطيور بتكون عديدة، طبعا forest الغابة. the weather was، الطقس بيقول كان ايه؟ and we enjoyed at the beach، الطقس كان عندنا sunny يعني مشمس، واستمتعنا بالشاطئ. they came late because they took the wrong، هم أتوا متأخر لأن هم they took the wrong، هم أخدوا ايه؟ الخطأ، الباس يعني ايه؟ المسار أو الطريق الخطأ. اللي بعده بيقول last weekend I visited my grandpa's village with my family. بيقول الأسبوع الماضي أنا زرت قرية بتاعت جدي مع العائلة. It is a very busy place، مكان بيكون مزدحم with many people and cars now، بيكون مزدحم جدا بالناس والسيارات الآن. My grandpa's village was very different in the past. بيقول ان القرية بتاعت جدي كانت مختلفة جدا في الماضي. it was كانت طبعا في الماضي كانت quiet، كانت هادية، and calm برضو معناها هادئة. it wasn't big ما كانتش كبيرة. it was كانت ايه؟ العكس بتاعها كانت small. there weren't many ما كانش فيها ايه او buses، ما كانش فيها عندنا cars or buses، ما كانش فيها سيارات او عندنا اتوبيسات. there were a lot of tall نقط يعني كان فيها ايه طويل؟ كان فيها trees يعني كان فيها اشجار بتكون طويلة، tall trees and garden fields. تعالوا معايا نحل هنا الأسئلة الخاصة بالفقرة. last weekend ياسين and آدم visited a small village near the city. قالك عندنا ياسين وآدم زاروا قرية صغيرة بالقرب من المدينة. they were excited يعني كانوا مثيرين منبهرين يعني. they walked beside the river and noticed how clean and fresh. هما مشوا يعني بجانب النهر ولاحظوا ازاي هو بيكون يعني نظيف وبيكون عندنا فريش. تمام. and fresh air والهواء بيكون منعش was compared to the busy city، مقارنة بالمدينة المزدحمة. Adam took photos of houses, trees and the clear water. آدم أخذ صور للمنازل والأشجار والمياه النقية أو الصافية. ياسين smelled the colorful flowers، يعني ياسين شم كده الأزهار الملونة بجانب المسار أو الطريق. not far from the village مش بعيد يعني من القرية. they saw a small forest with tall trees and many birds،
هم شافوا بيقول لك الغابة اللي بتكون small يعني صغيرة فيها أشجار طويلة والعديد من الطيور. A farmer told them a story about an oasis in the desert. الفلاح أخبرهم قصة عن الواحات في الصحراء. تعالوا نحل الأسئلة. قالك the best title to the text is. العنوان المفضل للنص هو ايه عندنا؟ النص ده ممكن يكون بيتكلم عن ايه؟ عن colorful birds الطيور اللي بتكون ملونة، ولا clear، ولا clean ولا المية نظيفة، ولا the Nile river نهر النيل. a visit to the village طبعا زيارة للقرية. اللي بعده بيقول the opposite of the underlying word. عكس كلمة excited عكسها كلمة bored يعني مملة. Where did ياسين and آدم walk؟ أين ياسين وآدم تمشوا؟ بصوا معايا، قالك إن هما إيه؟ beside the river يعني تمشوا بجانب النهر، فهقول له كده beside the river. السؤال اللي بعد طبعا دي سؤال نمبر 3. نمبر 4 بيقول summarize the text in one sentence. ممكن اختصر يعني الفقرة دي الى ايه؟ اكتب بس جملة واحدة. ممكن اقول له كده، اقول له a visit to the village زيارة للقرية، بس كده. who told ياسين and آدم a story about an oasis؟ مين اللي اخبر عندنا ياسين وآدم بقصة عن الواحة؟ بصوا معايا هنا قالك ايه؟ a farmer الفلاح told them، فهكتب عندنا a farmer. فده سؤال نمبر 5. تعالوا معايا اللي بعده. كوي نقط هنا جايب لك last month. طالما عندنا جملة في زمن الماضي يبقى الفعل بيكون في الماضي، يبقى عندي هكتب هنا enjoyed. تمام. طب هنا قال لك ايه؟ did. بصوا اول ما اشوف did لازم الفعل في المصدر، يبقى هكتب finish بس هشيل الاي دي من دي. how نقط he help his family when he was young. بصوا معايا هنا قالك ايه؟ how هو ساعد عيلته عندما كان صغير. قالك حط do، بس هنا عندنا الجملة في الماضي، يبقى how did. لازم اقوله did عشان هنا الفعل في المصدر طبعا، وهو بيتكلم في الماضي. I نقط to Luxor last year، يبقى عندنا هنا ماضي، يبقى عاوزة اقوله مش ما سافرش الأقصر من السنة اللي فاتت، فبالتالي ده ماضي، ففي الماضي منفي عندنا ب didn't، يبقى هكتب هنا didn't واحط هنا travel. تمام، بس كده. تعالوا هنا سؤال البانكتويت. طبعا هو حاطط الايه هنا خلاص جاهزة، انا بس بحط الاو هنا عشان دي عمر لازم تبقى كابيتال، وبعدين بحط نقطة هنا. هاو تبقى عندنا كابيتال وبعدين علامة استفهام عشان ده سؤال. اخر حاجة معايا نقرأ الباراجراف. بيتكلم عن life in the village. life in the village الحياة في القرية. يلا نبدأ نقول ايه. I am أحمد. مش لازم أقول I am أحمد، ممكن أقول I live in a small village. أنا عايش في قرية صغيرة. Life in a village الحياة في القرية is simple بسيطة and quiet وهادئة. People farm the land or raise animals. الناس بيقولك إن هما بيزرعوا الأرض أو بيربوا حيوانات. Everyone knows their neighbors. كل واحد بيعرف الجيران أو جيرانه يعني. The houses are smaller. البيوت بتكون أصغر but people enjoy fresh air. لكن الناس بيستمتعوا بالهواء المنعش clear water المياه النقية أو الصافية and the colorful flowers والأزهار اللي بتكون ملونة. كده نكون خلصنا النهاردة مع بعض وحلينا درسين من يونت 1. أتمنى لكم التوفيق والنجاح، برجاء أن تعملوا لايك للفيديو. Thank you for watching. باي باي.